السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بيكم يا حبايبنا في مطبخ رودي عزومة مراكبية. النهاردة هنعمل كشري اسكندراني بالبيت كده، أكلة خفيفة ولذيذة، ونعمل جنبها طبق سلطة خضراء، وهيبقى أكلة في منتهى الجمال. أبسط المقادير هنعملها النهاردة في الأكلة بتاعتنا، وموجودة في كل بيت. هنبتدي نقول لكم على المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعتنا عبارة عن كوبايتين من الرز، كوباية من العدس الأصفر، وكوبايتين دول بنفس المعيار كوباية العدس. معانا هنا 3 بيضات زي ما انتم شايفين، ومعانا بصلايه متقطعه اي تقطيعه زي ما انتم شايفين كده. دي كل المقادير بتاعتنا. اما التوابل اللي هيبقى ملح وفلفل وكمون، ملح وفلفل وكمون هنطعم بيهم الاكله بتاعتنا. ال3 بيضات دول هنطلع منهم احلى اكله ان شاء الله، جميله جدا وعلى قد الايد وموفره، وان شاء الله ده يبقى الغدا بتاعنا. ورجعنا لكم تاني يا بناتنا. معانا هنا حله، جبنا حله وحطينا كميه من الزيت تكون مناسبه كده. هنبتدي نشوح البصل بتاعنا زي ما انتم شايفين. لازم ياخد تشويحه. في المرحله دي احنا غاسلين الرز محضرينه، وفي نفس الوقت حطينا البيض السلق، بيض عايزينه مسلوق. عايزه اقول لكم ممكن نحمر جنبها شويه بطاطس كده جنب الاكله دي، والسلطه هتبقى برده في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين كده بنبتدي ان احنا نشوح البصل بتاعنا. يا دوبك هياخد تشويحه، مش هياخد اي لون، لغايه ما يبقى كده شفاف زي ما قلت لكم. وبعد كده هنبتدي نحط الرز عليه عشان برده ياخد تشويحه معانا. لازم نشوح الرز كويس. زي ما انتم شايفين يا بناتنا ابتدينا نحط الرز بتاعنا، وهناخده كده تشويحه مع البصل. بس طبعا سيبنا البصل لمده 5 دقائق الاول عشان ريحته كده تطلع والنكهه بتاعته تطلع. وبعد كده غسلنا الرز البلدي بتاعنا العادي وحطيناه على البصل، وبناخده تشويحه كده عشان كمان يتشرب بالماده الدهنيه ويخشول معانا كده. في المرحله دي هنكون غاسلين العدس بتاعنا ومحضرينه، بس لازم نسيب الرز لمده 5 دقائق على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين يا بناتنا هنبتدي نشوح، او شوحنا الرز بتاعنا خدنا تشويحه كده برده مع البصل. هنبتدي نضيف الميه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى نضيف الملح بتاعنا والكمون والفلفل الاسمر، مش كتير الفلفل الاسمر. زي ما انتم شايفين يا بناتنا ابتدينا نحط الفلفل الاسمر. حطينا معلقه صغيره فلفل اسمر ومعلقه صغيره مليانه كمون، وهنبتدي نحط الملح بتاعنا. هنقلب كده. هندي الرز غلوه قبل ما نضيف العدس بتاعنا، يعني الميه تغلي كده بتاعتنا. وبعد كده طبعا اللي عايز يضيف مكعبين مرق الدجاج بدل الملح اوكي، يعني برضه هتبقى حلوه مش وحشه، هتطعمها. فهنبتدي كده ياخد غلوه صغيره. بص ابتدى يغلي ازاي. دقيقتين وهروح حاطه العدس بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده يا بناتنا ابتدينا نحط العدس بتاعنا اهو، حطيناه. هنديله تقليبه. طبعا هنظبط الملح بتاعنا، مش حاجه كده على الاطراف، ننزل كله. هنديله تقليبه كده ونشوفه محتاج ملح ولا لا، يعني نظبطه وندوقه كده. وبعدين نقفل عليه بقى ونسويه. اول ما الميه دي تتشرب هنوطي عليه. في المرحله دي انا بسلق البيض، وبعد ما يتشرب كده نرجع لكم تاني. ظبطنا الملح بتاعه. ضفنا له كمان شويه ميه عشان طبعا برده العدس عايز يتضاف له شويه ميه. هنغطي عليه بقى ونسيبه كده يستوي براحته، واول ما تشرب الميه دي هنوطي عليه ونسيبه يستوي على نار هاديه. واما يخلص كده هنرجع لكم نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين يا بناتنا الرز بتاعنا خلاص خلص. حطينا هنا في الطاسه دي معلقه سمنه بلدي. هنبتدي ان احنا نحمر البيض بتاعنا. مستنيين لما السمنه بتاعتنا بس تسيح كده. طبعا زي ما قلت لكم لو حابين ان انتوا تحمروا جنبهم شويه بطاطس هتبقى حلوه قوي. هما ال3 بيضات زي ما انتم شايفين. هنبتدي نديهم تحميره كده
زي ما انتم شايفين يا بناتنا البيض بتاعنا خلاص حمرناه. هنبتدي نرش له رشه فلفل بسيطه كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي بقى نغرف الاكله بتاعتنا. ورجعنا لكم تاني يا بناتنا. بنحمر كده طبق بطاطس جنب الاكله بتاعتنا، بس انا حبيت اوريه لكم. طبعا البطاطس ما فيهاش اي افتكاسه، فانا بس حبيت اوريكم ان انا بحمر طبق بطاطس جنب الاكله بتاعتنا. هنخلص بقى ونرجع لكم تاني ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني يا بناتنا بعد ما خلصنا الاكله بتاعتنا زي ما انتم شايفين، اللي هي كانت اكله الرز دي بالعدس، اللي هي كشري الاسكندراني، وجملناه بالبيض زي ما انتم شايفين، وعملنا جنبه طبق سلطه خضراء، وعملنا جنبه طبق بطاطس كده محمره في منتهى الجمال. بس الاكله الاساسيه بتاعتنا كانت اللي هي كشري الاسكندراني بالرز والعدس في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. وزوقته زي ما انتم شايفين، قطعت البيض عليه كده زي ما انتم شايفين، وكان عندي ورقتين خضر وابتدوا كمان يسمروا هما علشان الرز لسه سخن. سمر ورق النعناع، بس حاولت اجمل بيهم بابسط الاشياء عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. وده النهارده كان طبقنا مع السلطه والبطاطس، اللي هو اكله الرز والعدس الكشري الاسكندراني. ويا رب يكون عجبكم ونال رضاكم. وده كان غدانا النهارده. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، مع تحياتي مع تحيات مطبخ رودي عزومه مراكبيه، وشكرا ليكم.